اهلا اهلا اهلا. انا قلت ابدا الفيديو على طول لما اوصل. ده فيديو سريع، الدنيا كانت بتمطر وبعض الحاجات اللي هنا بيبيعوها كخضار مش موجوده عندنا. طبعا انا مش عارف اسماء اكتر الحاجات دي، بس بوريها لكم عموما. ممكن ابقى احط والله اسمائها في الفيديو تحت تعرفوا. انا ما اعرفش طبعا هما بيعملوها بيستخدموها في ايه. دي بطاطا بس شكلها غريب، مش عارف دي شبه ايه. في انواع خيار وبسله هنا برضو غريب جدا. المهم اهو. ايه ده انا سمعت كلام عربي دلوقتي. المهم شايفين شكل البسله العملاقه دي برضه انا مش عارف هي بسله بقى ولا لا اصلا. وعايز اوريكم برضه الفاكهه اللي هناك دي، شايفينها لونها احمر كده. هو ده فيديو سريع كده، ممكن ابقى انزل لكم بقى مخصوص اكون اسماء الحاجات دي واوريكم، بس انا ماشي معاكم كده عشان انا بالحظ خدت الطريق ده، فقلت اللي انا اوريكم بالمره بما اني كده كده بمر على الطريق ده. في حاجات كتير برضو مش عارفينها بقول لكم، زي البتاع اللي عامله زي البسله دي شوف الراجل راسه قد ايه بالنسبه لها، كبيره طويله. في هنا بقى يعني احسن حاجه في كوالالمبور ان فيها كل حاجه حرفيا، يعني مش هتغلب. هتلاقي خضار وهتلاقي اكل. يعني لو انت مش حابب تاكل مثلا في الاول، انت متعود على اكلك او حاجه ولسه ما عندكش وقت، تعرف تنزل في اسواق هنا كبيره قوي بتاع لحمه وبتاع عطارين، يعني بكليات وحركات، وأثمانهم مفهومة. يعني القطعة تقريبا ب8 أو الكيلو ب8. دي حاجة حلوة يعني. أنا هروح ممكن معاكو نشوف كده هناكل فين. مش عايز أسمي مكان عشان أنا مش عارف، ممكن تمطر واضطر أرجع، لأن زي ما انتوا شايفين الطريق عامل ازاي. 3 دقايق المية دي هتختفي عشان عندهم نظام صرف حلو جدا يعني. بس أنا عشان ايه دخلت السوق فشوية حاجة بسيطة، تلاقي ايه النظام هنا مش زي بقوة مثلا اول ما تيجي هنا. شوف هنا الفرق. هنا بقى من هنا مش هتشوف مية. شوف مفيش مية، مفيش اي حاجة. دي لان نظام الصرف في كل زاوية يمين وشمال بياخد كل حاجة. انا الصراحة مش عارف هل انا كده مش هعرف اعدي ولا ايه. هل اكل هنا واخلص ولا ايه، معرفش. هو انا لسه يجي مثلا كام دقيقة كده عقبال ما اوصل للبرج التوأم، وعند اللي جربناه امبارح. مش عارف هل نجرب في نفس المكان، بس في اكل كتير قوي عنده، فاحنا لسه يعني ما جربناش. برضه اقول ان انا جربت، بس اكلهم كان حلو الصراحة. وفي هناك بقى حاجات حلوة وحاجات مالحة وكل حاجة، فاقدر اختار براحتي هناك. ادخل هنا والله. انا ممكن في اي لحظة اغير رأيي وادخل اكل في اي حتة هنا، لان في شوفوا كمية المطاعم هنا. فانا مش عارف، بس كل الفكرة ده انا مش عارف هما بيعملوا جوه ايه، يعني بيبيعوا ايه. بقول لكم ايه، تعالوا نجرب. بس يا رب يكون بس في الحاجات اللي احنا عارفينها، عشان ما نتدبس في حاجة ونطلبها لا ده مليان جوه الصراحة. انا عايز مكان اريق بس بسيط، وده على فكرة علامة حلوة اصلا انه مليان، معناه ان اكله نضيف وحاجته حلوة. بس مليان عن مليان يفرق. يعني اللي انا رايح له ده هو عنده مكان بقى اكبر. هو تقريبا ده من اكبر الفروع اللي موجودة هنا، وليه فروع تانية في حوالين ماليزيا كلها. فهشوف هل هروح له ولا لا. شفتوني غيرت رأيي في ثانية اول ما لقيت يعني حاجة ليها أولوية. بس بصراحة المكان مليان بزيادة، فأنا حسيت إن هيبقى ملهاش لازمة. يعني أولا مش هتسمعوني من الدوشة، ثانيا أنا مش عارف هما بيطلبوا إيه. التاني ده أنا عارف هما بيعملوا إيه يعني هناك. ثم غالبا عموما عشان أطمنك إن كل ماليزيا هنا شبه أكلنا، فأنت هتلاقي دايما هتكون مطمن وأنت بتاكل. يعني غالبا بيستخدموا في لحومهم
البقر، يعني حاجة و90% في كوالالمبور اللي انا شفته. فانت مش خايف وانت بتاكل تقول ده خنزير ولا بقرة ولا ايه، مفيش الكلام ده. الكلام ده جميل. وبقول لكم العرب موجودين في كل حتة. انا عايز اقول لكم اصلا ان امبارح حصل موقف يضحك اوي. حد وقفني وقعد يكلمني ويبعت رسائل، هو واحد عربي من اليمن تقريبا، وبجد يعني اتصدمت بعديها. بعد ما قعدنا نتكلم كده يجي ربع ساعة وعايز يبعت رسائل بسرعة كده، أقل من ربع ساعة، كام دقيقة كده، وأنا بعديها اتكلمت كام دقيقة عشان أوضح كلامه. اكتشفت بعد ما رجعت إن المايك كان مش شغال، عشان كده بكلمكم من ده. أنا معايا المايك بس أنا خايف أحطه يقفل من نفسه أو حاجة. هو ما قفلش من نفسه، هو تقريبا أنا قفلته ونسيت أفتحه. في حاجة حصلت بوظت الدنيا يعني. فمش عارف مش عارف يا جماعة. بصوا، انا كل شويه بغير رايي لان البوابه دي في يجي كذا مطعم كتير قوي، عشرات المطاعم جوه، ممكن اختار منها. واكلهم انا جربته قبل كده برضو، فانا مطمن. انا مش عارف اعمل ايه. ثانيه كده، الناس هتعدي برضو ولا ايه؟ لا مش عارف يعدوا لان لسه وقفوا ما وقفوش، مش عارف. طبعا هو ده البرج اللي انا دايما بقول لكم عليه. ده بيقال ان هو تاني اكبر برج اطول برج في العالم. فمش عارف الكلام ده صح ولا لا، عشان لقيت واحد نسخة منه بالحظ وانا بتفرج، مع اني بقالي كتير قوي ما اتفرجتش على اي افلام. شفت فيلم المارفل اللي هو بتاع الادفنجرز ده ولا ايه، فشفت فيه ان هو في نيويورك تقريبا في نفس البرج ده شكله. فهل في غلط في الاي اي بيقول لي ده اطول تاني برج وهو ده مش اطول تاني برج، التاني هو الاطول؟ مش عارف. مش عارف هو فين النهارده. عايزين عدينا بسلام. الفكرة دي يمكن من المرات القليلة قوي اللي اشوف حد قاعد بيعمل كلاكس في الدنيا دي، انها قليل قوي بيعمل الحركات دي. والحتة دي اللي انا مش فاهمها لغاية دلوقتي ايه تفسيرها، عشان واحد يمر لوحده ما يعملش ما يعملش مشاكل والدنيا تكون منظمة. بس اختراع غريب شوية. طبعا ممكن هنتخبط في حد اهو. يلا. انا جربت هنا قبل كده، تعالوا نجرب مكان تاني. لو اني بطمن لاكلهم الصراحة، مش عارف. انا عايز اقول لكم في حاجة مضحكة. ثانية، المكان ده شكله حلو. بيعملوا لحمة، تعالوا نشوف ايه نظامه. لا ده سمك. شيت، انا افتكرته لحمة بقر. في مكان هناك فاضي ولطيف، شكلهم قافلين ولا ايه؟ شكلي في الاخر هروح لليلاك واكل. قاعد بنقي بزيادة عشان في اوبشنز كتيرة، انا مش عارف اقرر.
سي فود. ناسي مش عارف ايه ده فيه كل حاجة اظن برضو. بس ده اللي انا بملاه بنفسي. في هنا محلات انا عملت خلاص فيديو عندهم، مش عارف اعمل تاني ولا لا. هو ده بيملوا هما نفسهم الاكل، بيحطوا لك الاكل جاهز. يعني قصدي انت اللي بتعمله، مش بيحطوا لك جاهز. بس شكله مليان مليان مليان، مش عارف بقى. شكل حوادث كتير عقبال ما يركز معايا زي المره اللي فاتت عشان بيكون مليان ناس. هو ده اللي انا جربت عنده. طيب هسيبكوا ثواني عقبال ما اقرر اشوف رايح فين وارجع لكم تاني. بص انا غيرت رايي، هو ده اخر الشارع اهو. قلت هروح لكم عشان عايز اوريكم مكان لقيته قريب قوي من هنا، فهروح لكم ليه. انا رحت وصورت صورتين كان جميل قوي، وانا اكتشفته بالحظ جدا جدا يعني. وانا ماشي بالحظ قلت انا ليه ما ادخلش مكان جديد بدل ما انا باخد نفس الطريق. وبمجرد ما دخلت شفته بقى، شفت المكان ده. اللولا كده انا مكنتش هعرفه ابدا اصلا. عشان كده انا بحب دايما ساعات اللي انا اطلع بره الكومفورت زون، اللي هو بتخليك تمشي في الاماكن اللي انت عارفها. بس هو انا اعرف اطلع من هنا ولا ده سياج؟ لا ده سياج تقريبا. ده برضو مطعم. خلاص بقى، بما اننا اتدبسنا اوديكوا المكان ده. هو خلاص احنا هنا، مادام احنا قاعدين بنقرب كده. احنا هنا تقريبا عند الجسر ده. الجسر ده بقى جميل جدا، بينور كده، مش عارف اسمه قوي. بس انا بقول لكم زرته مره كده بالحظ. هو اللي هناك ده اللي منور هناك ده، بس مش هتشوفوه عشان في قدامه كذا حاجه مبنيه. ثانيه نسرع في خطوتنا، مش هيبان الا لما اروح له كويس عشان تبقى مفاجاه. ومن فوق كمان اجمل لانهم عاملينه كده بشكل بيضاوي. وفي اضاءات حلوه، فجميل يعني، شكله حلو هيعجبكم. الغريب انا مش عارف ان هم ليه مش عاملينه على الماب. هم عاملينه على الماب شويه بس مش واضح. اللي هم عارفين الحاجات لما يكون في حاجه ايقونيه شويه ممكن تاخد عندها صور حلوه او كده، ساعات بيعملوها على الماب انها روح الحته دي، او بيكبروا الايكون بتاعتها. دي ما فيهاش، فكانت حاجه غريبه. بس انا شفتها في ايكون بانت اما انا قربت، بس من بعيد ما بتبانش. فاهميني؟ منطقة هنا هادية دايما. بتاع ده فظيع، البرج اللي هو بيغير الوان اخضر واحمر ده. اول مرة اشوف ان هو بيغير الالوان ده كده. انا كنت دايما بشوف بس البرواز اللي حواليه. لو حد بيتابعني في فيديوهاتي الاولى، انا في حاجات برضو لسه ما نزلتهاش كتير، لسه بقول لكم. بس انا عايز اوريكم النظام بتاع الابراج ده موجود في فيتنام كتير قوي. ان هما بيعملوا شكل برواز حوالين المبنى، شكل بيكون تحفة على فكرة. هنا شكل في زي مكان موقف كبير بتاع حاجة، بتاع باصات يمكن او حاجة، عشان شكله كبير قوي. وبيحطوا هنا عجل وحاجات. كنت عايز اوريكم بسرعة. شايفين السكوتر اللي هناك الاصفر ده؟ وفي الوان بنفسجية. هوريكم ده، هوريكم برضو اما نروح هناك. هتلاقوا كتير قوي من العجل ده، السكوتر والعجل دول يا جماعة عبارة عن حاجات ممكن تستخدمها. تحمل الاب ابليكيشن ليها على الموبايل، واول ما تحمله تعرف بتدفع اونلاين على الابليكيشن ده، وبتعرف تقرب من البايك دي، وبتعمل لها سكان بالموبايل، بتفتح لك تشتغل. هي بالكهرباء بتتشحن، انت بتوديها كل شويه عند ستيشن بتاع شحن يعني الحاجات دي. فممكن تستخدمها، بس انا مش عارف، ما استخدمتهاش من ساعتها الصراحه، عشان مش افضل حاجه انك تسوق في اسيا يعني. في البايكس عموما، سواء موتوسيكل او عجله كهربيه. اهو الناس بيطلعوا فوق. هنعدي ونروح للمطعم اللي هناك. يعني شايفين في مطاعم هنا كتير،
بس أنا لازم اوريكم اللي هناك ده. ادينا طالعين له. هم مسمينه اسم غريب كده، لسه قايله لي دلوقتي اسمه على الماب عشان اعمل دايركشن عشان اروح لهناك، فجميل. هما ليه الناس بينزلوا كلهم؟ هما ايه، في حاجة ولا ايه؟ ناس كتير بتنزل. بس هو عموما ده عامل زي مش مترو بس عامل هو جسر، فهتلاقي ناس نازلة وطالعة كتير يعني. اهو شكله من هنا وقدام على طول الابراج، يعني احنا بمجرد ما نعديه هتلاقينا نزلنا عند الابراج بالظبط. ثانية يا جماعة، انا اكتشفت فصل لثانية مني لكننا رجعنا اهو. طبعا هو في اسانسير بس انا كسلت اخده، ناس كتير قوي واقفة عنده، فهستنى عبال ما يطلع دفعتين على الاقل منهم، فليه التعب اهو. ترى تحفة. عايز بس اعدي. تحفة. كل شوية بيفتح ويغير الوانه. هيفتح دلوقتي، هو المفروض يفتح لحد هنا بس مش عارف هو النهارده بيوفروا في الكهرباء ولا يمكن ارهقت. ثواني يا جماعه، يمكن انا جيت متاخر شويه فبيعملوا نص مثلا، بس هو بيكون دايما من هنا ولا مش عارف. عموما اهو شكله فظيع. واحسن حاجه شوف الممر شكله فظيع. احسن حاجه ان انت اول ما تخلصه هيطلع لك على طول في الخلفيه البرجين التوأم، فحاجه بتبقى تحفه. القرارات السريعه دي هي اللي بتتعبني. اهو بدأ يبان البرجين. شوف شفتوا منظر فظيع ازاي؟ استنى، اكتر حاجه بتخضني هنا عموما العطس والكح والحاجات دي بتخضني، منظر فظيع. أجانب كتير هنا. أول ما هننزل على طول على البرجين. شوفوا النزلة دي، هتلاقينا نزلنا في طريق البرجين على طول. هل قبل ما اروح المطعم ده انزل معاكم اسمه ايه، النافورة؟ هناك بيعملوا عرض بالليل للنافورة، بتكون مليانة ألوان كده، إضاءات وحركات في سيستم المية نفسه. ده أوريكم جمال هنا ده. عشان أحفظ اسم الجسر، هو كان مكتوب هناك على فكرة بس أنا عديته، مش هرجع كل ده. مكتوب اسمه، ممكن أبقى أنزلها ستوري، نزلتها ستوري قبل كده، اسمه حاطين ورقة يعني معلومات. عايز أوريكم بس هنا. شوفوا الطريق ده آخره بتطلع على طول على البرجين، فحاجة بتبقى لطيفة أوي. وزي ما انتم شايفين المكان كله إضاءة كده، بيحسسك انت إحساس لطيف. في هنا اللي أنا اكتشفته المرة اللي فاتت يعني، إن في هنا مقابر حطينا هنا يعني. شفت ناس كتير بيجوا يحيوا كده، اللي هي التحية، عارفين الصينية دي اللي هو يحط ايديه كأنه بيسلم، اللي هي كده. ايديه التانية مشغولة وانا ماسك الموبايل، بس بيعملوا كده بايديهم الاتنين وبيمشوا. هو ده حاجة ورقة زي دي، فبيقول لك يعني كل الحاجات يعني. وعاملين كمان باركود عشان تدخل على الموقع بتاعهم، حاجة لطيفة. احنا هنا بقى اصلا هنطلع على مليون مطعم، فهل نجرب المطاعم اللي هنا
واحد جديد ولا اللي انا عارفه مش عارف. بس انا على فكره يعني اللي انا عارفه انا جربت مره بس حاجه واحده عنده، ده عنده منيو 10 صفحات ولا حاجه يعني. فانا يعني ما جربتش الكوكب عنده. تعالى، ده بنك على فكره واضاءته فظيعه. وده برضو مكان كالعادة كل آسيا مليانة كمية نباتات وأشجار، حاجة تحفة. طبعا هم حاطين هنا كراسي كتير عشان الناس تقعد ترتاح، بس ايه، وتبع تقريبا الجسر ده هو اللي عاملها، هو اللي مساهم في عملها يعني. بس هتلاقيها للأسف مبلولة بسبب المطر. برعاية، بفتكر الكلمة برعاية الجسر ده يا جماعة. بحاول افتكر الكلمة دي دايما بنساها. والله هو في مطعم هنا، اقول لكم ايه، تعالوا نجربه ونطلع على النافورة بعديها. هما ليه فين الباب ده؟ لازم اعمل ايه يعني؟ مش عارف، لازم الف. بس ايه ده مكبس ناس. يا رب نلحق نقعد بقى في حته. المهم المين سين هو البرجين اهو، عشان ساعات باجي ما بيكونش ظاهرين قوي في الفيديو، بعملهم كانهم حاجه سنويه بسبب اللي انا باجي هنا كتير. بس طبعا هو حاجه اساسيه في الفيديو ده، احنا جايين له مخصوص برضو. ندخل بقى. نازله غريبه بس عادي. مليان بشر بغباء. المرة دي انا مش ذكي بقى عشان نسيت برضو الايه، الترايبود. يلا هوقف، هختار الحاجات او لو جالي المنيو هوريكم، هفتح لكم فيديو تاني. بصوا يا جماعه، انا وصلت اهو في مكان حبيت بس هنا فراخ. مش عارف، انا كنت عايز لحمه، قال لي في الاخر بعد ما قعد يوريني المنيو انت بتقوم تختار، فمش عارف ليه وراني المنيو. انا مش عايز اخد في حد بس. فهو الحاجات اللي هم بيعملوها، يا رب بس، يا رب ما تكونش محروقين بعد كل ده اللي هو سيلف سيرفيس والكلام ده. بصوا دي بطاطا عاملينها بالصوص والدنيا، وبيستخدموا برضو بيض كتير. فانا حقيقي هختار، بس يا رب يفهمني. ممكن اختار لحمه النهارده. هو كان بصراحه هيساعدني في اول، دي من احلى الرز اللي تاكلوه هنا. هختار الرز ده، هختار اظن دي اللحمه. هو انا حاطط ريش بس انا مش عايز الريش الكبيره دي. ساعات بيحط كمان شويه كده من كل حته عشان الناس تدوق. انا بخاف الصراحه، احسن من ايه حاجات طعمها شكله مختلف، فانا خايف تكون الحكايه لخبطه جامد. بس حركه جامده الصراحه. عشان كده تشوف الدوشه اللي في الخلفيه دي، عشان كده بحط المايك. صراحه شكلي هحط المايك، هوقف الفيديو، هجرب تجربه كده. اول ما اجي بس اقعد هختار معاكم الاكل هنا، واول ما اقعد هحط لكم المايك، هنجرب الاكل وبعد كده نمشي نشوف النافوره اللي جوه. انا الصراحه استسكت لان هو كان مركز معايا في الاول، بعد كده خليته يروح لناس تانية. بس هنا مش سيرفيس قوي زي التانيين يعني، هو اللي بيحط لي برضه وبيظبط لي الدنيا. انا هناك كنت مش عارف احط ايه واخد قد ايه يعني كانت اول مره ليا، مش متعود ان انا بحط بايدي يعني كل حاجه هنا.
فيعني الواحد بيحرج، طب انا حطيت زياده كده، حطيت زيادة، هل كده ده انا هخلصه ولا لا كده يعني حاجات. ماشي، اول ما يجي هفتح لكم الفيديو عشان انا شكله مشغول مع دي. هيجي لي دلوقتي وهفتح لكم الفيديو. وي باك. حطيت لسه واقف في نفس المكان عشان ايه؟ ادخل لكم من الاول لحد النافوره تكونوا شايفين كل حاجه هنا. طبعا في هنا افضل فيوهات، يعني لو انت عايز تتصور ومعاك حد وكده بيكون عند النافوره دي. نافوره قريبه، في النافوره الكبيره شوف هتلاقي فيها عندها كتير قوي قوي قوي. الناس بيحبوا يجوا هنا يتصوروا عشان بتكون جايبه من هناك الفيو كله بتاع البرجين. انا اظن كده الصوت بقى احسن بكتير، بس انا ايه بصراحه عملت تيست قبليها وانا ما كنتش عارف اعمل تيست في الشارع ساعه ما بدات اسجل لكم، فالحكايه بتخوف يعني. ان هو امبارح اصلا بقول لكم اللي انا جيت وصورت وطلع ما بيسجلش فكانت من اوحش احساس ده. ربنا يستر بقى وما تعبش، حسن انا دايما بكون سخن جدا قبل ما ادخل، وفجاه بيكونوا فاتحين بقى المكيفات والحركات هنا. مش فاتحين الباب، اهو الباب مفتوح اهو. آه. اها، تقريبا قفلوا او حاجه، في ناس واقفين هنا كتير. احنا جينا متاخر ولا ايه؟ يا على الحظ يا جماعه، مش مشكله بقى، ده الناس بتمشي، مش مشكله، خلاص خلاص. هو القدر اللي احنا نيجي بكره برضو. هي الساعه كام؟ انا عايز اعرف الساعه كام. اه، الساعه 11 عشان كده. الساعه عشان 11 خلاص قفلوا المكان. مش مشكله، مش بيج ديل. هوريكم صور امبارح النافوره عموما، هو عرض لطيف كده. هوريهولكوا دلوقتي وهاجي لكم ان شاء الله برضو مره تانية ندخل جوه، مفيش مشكله، عادي عادي. هو حاجه غريبه، النافوره دي مش عايزه تتصور مره بطريقه عادله ليه مش عارف يعني. امبارح المايك باظ والنهارده كانوا قفلوا، والحاجات دي بتقفل. كويس ان هو حصل الموقف ده قدام عشان افهمكم الحاجات دي عادي هنا بيقفلوا بدري. يعني دلوقتي الساعه 11 خلاص هم قفلوا. في كذا حاجه كده هنا كمان في حاجات بدري اكتر من كده بكتير، يعني في ناس بتقفل من الساعه 9 او الساعه 10 بالظبط، 10 بيبداوا يقفلوا خلاص. ف ادينا فهمنا. هو فعلا على الماب كان قايل لي كلوز، بس عادي بقى. هوريكم منظر من هناك. المشكلة احنا لازم عشان نروح من هناك لازم هلف تاني. ايه ده بتمطر؟ متهزرش متهزرش. عشان تروحوا هناك تاني هوريكم الناس بتعمل ايه. عموما النافورة كبيرة جدا، فانت هتاخد اكبر يعني فيو او برسبكتيف للصورة. استنى ندخل لكم من هنا بس كده. اهو على طول الطريق ده بتكون مليانة مية والناس بتيجي هنا تصور كتير. اتاري الناس قليلين النهارده، انا استغربت عشان هم قفلوا. الناس بتكون اضعاف الاعداد اللي انتم شايفينها دي عشان هم قفلوا. بس كده هوريكم بقى من هنا عشان بس نغلط في الناس. اهو الناس بتيجي هنا تتصور الفيوهات دي كده. كده حلوة جدا. حاجة حصلت قبل ما امشي بصراحة، عشان لازم اعمل سبوت لايت عليها. طبعا احنا خلاص عرفنا الابراج، بس في هنا ابراج تانية حلوة، منها اللي ورايا ده، بس ده بعيد عن هنا. وعايز اوريكم دول منظرهم بيكون تحفة الصبح. بيكون كل البرجين دول خضرة كده. في صور ليهم تحفة. ادخل بس على النت كده، المنطقة دي هتشوف حاجات تحفة تحفة الصبح. بتختلف، والمغرب اللي هو الصبح، مش الظهر اللي هو عند وقت قبل 10 الصبح، ووقت المغرب في الأوقات دي بيكون الحاجات دي تحفة.
شوفوا اهو ناس جايين بيصورهم، راجل الناس اللي انا بقول لكم عليهم دول، لا ولا ده حد تاني؟ مش عارف ايه الصوت الصيني ده بيطلع منين، بس تقريبا المترو. اه انا افتكرت برضو حاجه مهمه. خلوا بالكم ان المترو هنا برضو بيكون قافل، فركزوا في الحته دي. اه بيتكلم عربي اهو. امم سامعين كلامه. اه كانت بتحذر من اي عمليات احتيال، وبتقول خلي بالك من حاجتك هنا وما توسخش الشارع يعني. حاجات بسيطه بس مهمه، حته خلي بالك من برضو يعني. هم بيركزوا عشان اكيد حصلت هنا حاجات، فهم بيخلوا الناس تركز في حته النصب او كده يعني. فخلوا بالكم بقى لما تيجوا هنا، مش اي حد يقول لك تعالى مثلا اغير لك فلوس، تعالى مش عارف ايه الحاجات دي، فركز في الحاجات دي يعني. بس كده احنا كده هنرجع بقى. انا ما اظنش هقدر اجرب اي حاجه الصراحه. انا كنت بقول لكم ان انا ممكن اجرب حاجه، بس انا فعلا الاكله دي عملت لي تخمه يا نهار ابيض، والدنيا بتندي دلوقتي. شكلي اصلا هاخد جراب او حاجه عشان ارجع للبيت ولا ايه، هشوف. يلا اشوفكم في فيديو تاني. مجموعة غريبة من الموتوسيكلات كأنهم مع بعض هنا اهو. حبيت اصورهم بسرعة. شوفوا عاملين دخان كتير قوي اهو، طلعوا فجأة كده وانا بعمل كده. حبيت اصورهم مع ان هنا في ترتيب في المكان وكده، بس غالبا انا كنت اشوفهم. المشكلة اللي خلاني اوقف وبيخليني اسرع دلوقتي، انا بفتح لكم ليه؟ عشان انا هعدي دلوقتي على السكوترز اللي انا قلت لكم هوريها لكم عند البرجين التوأم. عشان دي برضه سجلتها امبارح وما عرفتش بسبب المايك. كان فصل، فانا حبيت اسجلها لكم بسرعة. المشكلة بس الدنيا بدأت تمطر، ربنا ييسر بس وما تقعدش تغرق الدنيا على الفاضي. هي دي يا جماعه بصوا، ممنوع طبعا اقل من 16 سنه. وهنا الباركود بتعمل اسكان ليه اما تحمل الابلكيشن اللي اسمه هالو رايد دي، وبتاخده معاك. دي بالكهرباء بتتشحن، ممكن توديها هناك في الحتت الصفراء دي او تسيبها هنا، ليها اماكن محدده يعني. ثانيا هي اصلا اظن فيها تراك، يعني الجهاز بتاعها اصلا فيه تراك يعني يعرف هي فين، بس غالبا ان انت لازم بتوديها في مكان معين عشان ما يعرفوا يرجعوا لها يعني. ف يا نهار ابيض الدنيا بدات تمطر يا جماعه. شكلي هضطر ان انا لازم اخد من هنا ايه بتاع. اهي ده جروبات الموتوسيكلات الغريبه كانهم في جماعه مع بعض كده ولا ايه. كان اكتر من كده، دول قليلين. ما تفهمش هو ليه مشغل المحرك وفي وقفه، يعني هل بيسخن مثلا؟ اه دول هم عيال مجانين تقريبا. المهم اديني صورته لكم برضه. الدنيا هنا دي اكتر حاجه جامحه هتشوفها هنا عموما. استنى اقرب لكم. ان فاحنا هنمشي بقى الطريق ده. الطريق ده المفروض انه هادي، كتير عددهم يعني يجوا مثلا 20 30 موتوسيكل. الناس بدأوا يصوروه، بس كانت حاجة غريبة. شوفوا المطر بدأ يبان هنا في الإضاءة، يا نهار أبيض ده بدأ يزيد أوي يا جماعة. أنا لو كده ممكن أروح أي كافي ولا حاجة أقعد فيه لحد ما المطر تقل، بس هي المشكلة ممكن تقعد كده ساعة. طيب بصوا أنا هقفل دلوقتي أتصرف وأجيلكوا، يلا بيس.